تجربة الإنترنت على الطيران يعتبر نوعا ما بطيء ومكلف، فوق هذا كله ما جالس يؤدي الغرض اللي أنت تريده، خصوصا في رحلات طويلة. لحد ما جات شركة ستارلينك اللي هي تابعة للشيخ إيلون ماسك، وغيرت هذا المفهوم عن طريق خدمتها اللي تطلقها عن طريق الأقمار الصناعية، وتعاقدت معها بعض الشركات مثل الطيران القطري الإماراتي وفلاي دبي. حين متوفر على خطوط القطرية في أغلب رحلاتها، خصوصا رحلاتها اللي هي تعتبر نوعا ما طويلة الأمد، وبشكل مجاني، وتوصل سرعتها ما بين 200 لل 300، وتوفره بشكل مجاني على أغلب رحلات، وتقدر تشيك عليها خلال حجزك إن هذه الخدمة متوفرة على رحلتك أو لا. والحين جالسة تشتغل على هذه الخدمة طيران الإمارات وفلاي دبي، على أساس نفس الشيء توفرها بشكل مجاني للمستخدم. وهذا صراحة يساعدك كثير، خصوصا إذا كنت أنت عندك أعمال تريد تنجزها، أو أنك أنت مثلا تحب مثلا تطلع أو تتواصل مع أي حد أقاربك عن طريق الاتصال، أو أنك أنت مثلا عندك اجتماعات أو غيره، وهذا الخدمة تساعدك. خصوصا حتى نفس الشيء تقدر ترفع فيديوهات أو تنزل فيديوهات عن طريق اليوتيوب وغيره، تقدر تفتح لايف بشكل سريع وما عندك أي مشكلة ولا في تقطيع أبدا. سابقا صراحة كان الموضوع متعب جدا في الرحلات الطويلة، خصوصا إذا اشتريت مثلا باقة تكون مكلفة، فوق هذا كله بطيئة ما تساعدك في إنك تنجز أعمالك بشكل بسيط. يعني يمكن يا دوبك كنت بس تتصفح تقرأ مسجاتك، لكن إنك أنت مثلا تشوف قاطع صراحة كان الموضوع صعب، وتقطع وتجلس فترة طويلة. وفي بعض المواقع، يعني مثلا في بعض المواقع النت يمكن ينقطع بشكل كامل بعدين يرجع، لكن مع ستارلينك صار الموضوع أسهل أسرع.